بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة أمر الله موعدنا مع شابتر 2 في مادة الفيزيكس، فيزيكس 1 إعدادي هندسة جامعة فينيكس. تمام، فإن شاء الله النهاردة هنناقش معاكم الموضوع الأول أو الجزئية الأولى في شابتر 2 فيزياء، ألا وهو motion on one dimension. تمام، ده حاجة بسيطة كده وسهلة، بتتكلم عن السرعات والمسافات والإزاحات والأكسلريشن، أو العجلة في ال one dimension. تمام. ففي البداية من نسأل صلى آخر الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. أول حاجة هنتكلم عليها البوزيشن اللي هو الموضع، والفيلوسيتي السرعة، والسبيد اللي هي الإيه، السرعة بس بالنسبة للمسافة. تمام. instantaneous velocity اللي هي السرعة اللحظية، and speed velocity and instantaneous speed اللي هي السرعة برضو اللحظية بس بالنسبة للمسافة. acceleration one dimension motion with فكك من الكلام ده كل دي العناوين. يلا بينا نخش على كلام الجد. هنا بقول لك اول حاجه عندك تعريف الديسبيسمنت اللي هي الايه، الازاحه. ايه هي الازاحه؟ الازاحه هي اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. يعني انا معايا شخص اهو، مش عارف ايه الشخص ده بس ما علينا، اهو راجل بايدين ورجلين، ونعمل له الحته دي كده. تمام تمام. ده البني ادم اللي بنحسب له الازاحه بتاعته. الراجل ده بدأ من هنا نقطه البدايه اهي، مشي كده، بعدين راح طالع كده، بعدين راح ماشي كده، بعدين راح نازل كده، بعدين راح ماشي كده. فالمسافة دي كانت كلها 3 متر، ودي متر، ودي متر، ودي 2 متر، ودي متر ونص مثلا. فبقول لك ايه، بقول لك انا عايز احسب له الازاحه، عايز احسب له الديسبيسمنت. الديسبيسمنت قلنا اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. فنقطه البدايه لنقطه النهايه هنعمل خط كده، ده ايه الديسبيسمنت. فانا عايز احسبها ازاي؟ هقول مثلا انه ده مثلث قائم، الحته دي مثلا دي بواحد متر، فهنقول دي بواحد متر، وهنقول دي كمان دي بواحد ونص متر، لان دي كلها بتلاتة متر. فهنحسب الحته دي منها وكده وهكذا. فاحنا بناخد اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه لنقطه النهايه. تمام. القانون بتاعها بنحسبها ازاي؟ الدلتا اكس بتساوي ايه؟ الدلتا اكس، معلش انا وقفت كان في صوت، فقلت الدلتا اكس بتساوي اكس فاينل ناقص اكس انيشال. تمام، اكس فاينل ناقص اكس انيشال. يعني الدلتا اكس او الديسبيسمنت بتساوي ايه؟ بتساوي اكس فاينل ناقص اكس انيشال. النقطة اللي وقفت عندها في النهاية ناقص النقطة اللي وقفت عندها في البداية. فمثلا بدأت من هنا، مشيت كده 5 متر، ورحت راجع على نفس الخط تاني 3 متر، او هنقول 2 عشان الرسم يكون ادق يعني. فمشيت كده 5 متر لحد هنا، ولما مشيت هنا رحت راجع تاني هنا كام؟ 2 متر. فانا عايز احسب الديسبيسمنت بتساوي ايه؟ الدلتا اكس، هسميها دلتا اكس ادلعها، هنقول بتساوي ايه؟ بتساوي نقطة البداية اللي بدأت عندها، بدأت من هنا، بدأت من الصفر. طبعا هنقول نقطة النهاية ناقص نقطة البداية. نقطة النهاية فين؟ نقطة النهاية اهي. نهيت عند كام؟ مشيت 5، ورحت راجع كمان 2، يبقى انا نهيت فين؟ يبقى انا الحتة دي هي 3، يبقى انا نهيت بالنسبة النقطة بتاعتي 3. ناقص كام؟ ناقص اللي انا بدأت منها، بدأت منين؟ بدأت من الاوريجينال بوينت. ايه هي الاوريجينال بوينت؟ اللي هي نقطة الصفر. فتلاتة ناقص صفر هيديك كام؟ هيديك 3 عادي جدا، 3 متر. فدي اسمها الديسبيسمنت. طب في حاجة تانية اسمها الديستانس. ايه هي الديستانس؟ اللي هي المسافة. المسافة هي المسار. هي ايه؟ هي المسار الفعلي اللي مشيه الجسم. الجسم. تمام. يعني ايه برضو مش فاهم؟ صلي بينا على النبي وانا فاهمك. احنا قلنا انها الازاحة، قلنا ان الازاحة اقصر خط مستقيم من نقطة البداية لنقطة النهاية. فانا لو بديت من هنا، مشيت كده 5 متر، ورحت راجع كده تاني لحد هنا 5 متر، 5 متر ايه، 4 متر مثلا، يبقى الحتة دي متر. ورحت ماشي كده تاني، انا فاضي بقى، ورحت ماشي كده تاني مترين، وقفت. فانا عايز احسب الديسبيسمنت اللي هي الازاحه. قلنا اقصر خط مستقيم دلتا اكس من نقطه البدايه لنقطه النهايه. فانا وقفت هنا، فدي متر ودي مترين. طبعا هنقول دي متر، ثانيه، دي كلها 4 متر، يبقى دي مترين مش متر. هنقول دي 2 ودي 3، دي كلها 3. انا هسمعلك تاني، هنقسمها. ادي نقطه البدايه، هنقول الحته دي
بواحد، الحتة دي باتنين، الحتة دي كمان باتنين. نغير اللون عشان ايه؟ عشان نبقى تمام. لا اله الا الله، الرسمة راحت. نرسم هنا تاني، ما علينا. معلش بقى البي دي اف بينرفز. ادي واحد هنا، ادي اتنين، ادي هنا كمان 2 متر. نغير اللون يا رب بقى ما نروحش التاني لحد هنا. دي كلها كام متر؟ دي كلها 5. ف متهزرش بقى. فين الرسمة يا عم؟ صلي على رسول الله لحد ما الرسمة تظهر عليه الصلاة والسلام. ما علينا. فين الملف؟ معلش بقى، ندعي الدكتورة شيماء اللي هي عاملة الملف كده، مصورة صور مش كاتباه. فهنرسم، انت هنرسم تالت او رابع مش عارف، خامس يا عم. هنرسم كده وهنقول دي نقطة البداية. دي كلها متر، دي كلها 2 متر، دي كلها كام؟ 2 متر. ان شاء الله مش هتمسح. نغير اللون، نعمله احمر. ما اتمسحتش. انا بدأت من هنا، دي الاوريجينال بوينت، هنا نقطة الصفر. فانا بدأت من هنا، مشيت كده لحد ال5 متر دي كلها. وبعد ما مشيت لحد هنا رحت راجع كده تاني، رجعت لحد 4 متر. وبعد ما رجعت لحد هنا رحت راجع لحد هنا. تمام. فانا عايز اعرف الديسبليسمنت الطويله دي، اعرف انها ازاي. هديستانس مسافه على طول. يبقى الدلتا اكس بتساوي ايه؟ قلنا بتساوي نقطه النهايه، ناقص نقطه البدايه. نقطه النهايه اهي. نقطه النهايه بينها وبين البدايه كام؟ اهم 3. يبقى نقول 3 ناقص نقطه البدايه. نقطه البدايه فين؟ نقطه البدايه الصفر. 3 ناقص صفر يديك كام؟ يديك 3 متر. طب انا قال لي عايز احسب الديستانس اللي هي المسافه. قلت لك ان المسافه اقصر خط مستقيم من نقطه البدايه الى نقطه النهايه. لا معذره، دي الازاحه. المسافة هي المسار الفعلي اللي مشيها الجسم. الايه؟ المسار الفعلي اللي مشيها الجسم. فهعمل ايه؟ هحسب كل اللي مشيته. اول حاجة مشيت كام متر؟ اول حاجة مشيت 5 متر اهم. يبقى هكتب عندي 5. بعدين رجعت كام؟ رجعت 4. بعدين هاجي مزود 4. بعدين رحت راجع كمان 2، هاجي مزود 2. يبقى 4 و5 9 و2 يساوي 11. 11 ايه؟ 11 متر. دي الايه؟ دي الديستانس. الديستانس بيبقى بجمع كل مسار، كل اللي انا مشيته. انما الديسبيسمنت بجمع نقطة النهاية ناقص نقطة البداية. دي ديستانس ودي ديسبيسمنت. والقانون بتاع الديسبيسمنت اهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الديسبيسمنت بتساوي الدلتا اكس، يعني بتساوي اكس فاينل ناقص اكس انيشال، اللي هي المسافة او البوينت النهائية ناقص البوينت الابتدائية. وبيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك لو الاكس فاينل يعني النقطة النهائية اكبر من النقطة الابتدائية، يبقى الفي بموجب. ولو لو الابتدائية اكبر من النهاية يبقى الفي ايه؟ بسالب. وهقول لك او هشرحها لك هنا واحنا شغالين. دي كانت ايه؟ دي كانت الديسبيسمنت والديستانس. هو شرح هنا الديسبيسمنت بس، فانا حبيت اشرح لك الديستانس بالمرة لانك هتتطرق. ما علينا بالعربي، هتواجهها او هتشوفها في الكورسات اللي جايه، مش الكورسات اللي جايه، في المحاضرات اللي جايه. بس كده بس كده. صلي على النبي بقى وانت شغال معايا كده، اكثر من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افريج فيلوسيتي. يعني ايه افريج فيلوسيتي؟ يعني السرعه المتوسطه. ايه هي السرعه المتوسطه؟ بص يا باشمهندس، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هبتدي معاك بالمصطلح بتاعها من القانون بتاعها هنا. قالك السرعه المتوسطه بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا اكس على الدلتا تي. يعني ايه دلتا اكس على الدلتا تي؟ يعني المسافه او بص الازاحه على الزمن. يعني ايه؟ يعني هنبتدي من هنا. بيقول لك يا باشمهندس، بيقول لك انا عايز الدلتا في. طالما دلتا، انا اصلا عارف انها السرعه العاديه. السرعه بتساوي مسافه على زمن. مسافه على زمن. مسافه على زمن. مقدار التغير في المسافة بالنسبة للزمن. طالما في مقدار تغير يبقى من الزمن. يبقى دي طبعا قانون ستاندرد بتاعنا لازم نكون حافظينه. لو مش حافظ يبقى انت تروح تنتحر. تمام تمام. نخش بعدين على ايه؟ بيقولك يعني عايز الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي اللي هي الدلتا في. طالما حطيت دلتا جنب الفي، يبقى نحط دلتا جنب الاكس ونحط دلتا جنب التي. يعني ايه اصلا الدلتا او المثلث ده؟ الدلتا دي يعني الاكس فاينل ناقص الاكس انيشال على التي فاينل ناقص التي انيشال. تمام. يعني بيقول لك لما يقول لك عايز الافريج فيلوسيتي، يبقى تجيب له الاكس النهائيه اللي انا وقفت عندها ناقص الاكس الابتدائيه اللي انا ابتديت منها على مجموع الازمنه، على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. بس كده. والله بس كده اهو. اكس فاينل ناقص اكس انيشال على تي فاينل ناقص تي انيشال. تمام تمام.
طبعا انا نسيت اقول لك ان الدايمنشن بتاع المسافه او الاكس الازاحه بيساوي ايه. بيساوي ايه وهكون مش عارف. بيساوي ال الدايمنشن. طب اليونت بتساوي متر. نفس الموضوع في الديسبيسمنت او الديستانس لانهم كلهم اطوال. لو جينا نخش على السرعه عايزين الدايمنشن بتاعها الشابتر 1 بقى عشان تفتكر معانا ما تنساش حاجه. الفيلوسيتي عايزين الدايمنشن بتاعها هقول ال تي ماينس 1. ولو قلت لك اليونت بتاعها متر بير سكند. متر بير سكند. تمام. تمام. بس كده والله بس كده حبيت اقول لك المعلومه دي عشان ايه عشان تكون ماشي معانا الشباتر كلها. بس يا عم. فانا لو حبيت احسب السرعه بحسب المسافه اللي انا وقفت عندها النهائيه ناقص المسافه اللي ابتديت منها على ايه. على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. طب دي الافريج فيلوسيتي. طب الافريج سبيد حاجه زيها بالظبط بس مش قوي يعني فاهم حاجه فاهم. بص يا باشمهندس انا قلت لك ان الديسبيسمنت بنقول ايه. بنقول اللي هي دلتا اكس النهائيه ناقص الدلتا اكس الابتدائيه على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. دي الايه دي الافريج فيلوسيتي. تمام. طب الديسبيسمنت اللي هي ايه اللي هي دلتا اكس فاينل ناقص اكس انيشن. تمام. تمام. طب انا جبت لي قانون للديسبيسمنت فلازم نجيب قانون للديستانس. فلما نجيب قانون الديستانس هنسمي بدل ما هنسميها سرعه افريج فيلوسيتي هنسميها سبيد اللي هي السرعه بس بالنسبه للمسافه. تمام. تمام. فهنقول السبيد. ثانيه واحده. هنقول السبيد بتساوي المسافة اللي هي دي مش دلتا هي دلتا دي على دلتا تي. او مش دلتا اللي هي تيتوريال اللي هي توتال قصدي. فهنقول المسافة الكلية على الزمن الكلي اللي هي المسافة الديستانس على التايم. توتال تايم. تمام. تمام. بس كده. فقلت لك الافريج فيلوسيتي ازاحة على زمن. انما الافريج سبيد مسافة على زمن. ده الفرق بيناتهم. دي الافريج سبيد هي بتساوي توتال ديستانس ترافلد على توتال تايم. يعني المسافة اللي مشيتها كلها على الزمن بتاعي. بس كده بس كده والله. فبس كده هنشوف النقطة او السؤال اللي عندنا. بيقول لك اكار معايا عربية is moving along the x axis ماشي على محور x from point A من نقطة A to point E F. مشي من اول A هنا مشي المسار ده كله. مشي من هنا لحد هنا مشي كده لحد هنا وقف عند الاف. فانا عايز احسب اللي عايز احسب ايه بقى. عايز يحسب find displacement. عايز يحسب الازاحة. displacement الازاحة. يبقى الازاحة بتساوي x final ناقص x initial. هو كاتب لك هي الاكس فاينل اهي كاتبها لك بكام. بسالب 53 سالب 53 ناقص الاكس انيشن بكام ب30 اهي ب30 ناقص ال30 يديك كام. هيديك سالب 83. تمام. تمام. طيب بعد كده بيقول لك افريج فيلوسيتي عايز السرعه المتوسطه او السرعه المتوسطه. هنقول ايه. هنقول الديسبيسمنت اللي انا لسه جايبها دلوقتي سالب 83 على على الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. الزمن النهائي بكام ب50 ناقص الزمن الابتدائي بصفر. يبقى على 50. ده الناتج بتاع الافريج فيلوسيتي. اخر حاجه عايز الافريج سبيد. هنشوف المسافه الكليه على الزمن الكلي. بعدين جبنا الافريج سبيد افريج فيلوسيتي هي سالب 83 على فين. هي سالب 83 على 50 ودي سالب 83 زي ما جبناها. اخر حاجه عندك الافريج سبيد هتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. المسافه الكليه مشيت اول حاجه مشيت من 30 لحد 52. بعد مشيت 52 مشيت لحد سالب 53. هنحسب المسافه دي كلها ازاي هقول لك دلوقتي. هنرسم خط عندنا. هنرسم اول حاجه بدأنا من ال30. اول حاجه هنبدا اهو الصفر اهو. ادي ال30 اهي. وبعدين ال52 هنرسمها هنا. ادي ال52 52. انا ابتديت من هنا غير بس اللون يا رب بس الرسمه ما تروحش اهي. ما راحتش راحت بس الارقام. هنكتب الارقام تحت 30 ودي كام ودي 50. فانا ابتديت من هنا مشيت لحد هنا. وبعد ما مشيت لحد هنا رجعت فضلت ماشي كده 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 وعديت النقطة دي ورحت ماشي لحد سالب كام بقى. انا بصيت انا دي 52. انا معلش انا بصيت هنا. بدأت من ال30 وانهيت عند الكام عند ال52. مشيت لحد 52 ومشيت لحد 52 رجعت لحد كام لحد سالب 53. سالب كام سالب 53. فانا هحسب
المسافة اللي مشيتها كلها من ال30 لحد ال52. هقول 52 ناقص 30 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 22. 22 متر مشيتهم كده. وبعدين رحت راجع لحد الكام؟ لحد الصفر. هقول زائد كام؟ 52. زائد 52 اللي هي الحتة دي. بعدين مشيت هنا كمان 53. هنقول زائد 53. 53 و52 يديك 105. 105 و22 يديك 127. يبقى هنقول بتساوي 127 على الزمن الكلي. الزمن الكلي بدأت من الصفر ونهاية عند ال50، يبقى 127 على كام؟ على ال50. هنشوف الناتج معانا صح ولا غلط. اهو 105 زائد 22 يديك 127 على ال50 اللي هي اديك 2.5. بس كده. والله بس كده. الدنيا سهلة وجميلة وممتازة ومفيش اسهل واروع من كده. بس كده. فبعدين هنتطرق لأمر آخر ألا وهو الانستنيوتس وفيلوسيتي اللي هي السرعة اللحظية. السرعة اللحظية بنحسبها ازاي؟ بنحسبها من مشتقة المسافة بالنسبة إلى الزمن. فهنقول مشتقة المسافة بالنسبة إلى الزمن. فهنعمل ايه؟ هنشتق المسافة بالنسبة للزمن ومفيش غير كده. يعني هيجيب لك معادلة بيقول لك اكس دي اكس بتساوي 5 تي تربيع ناقص 3 تي زائد 1. فانت هتشتقها هتجيب المعادله اللي هي الفي. لما مشتق المعادله دي هتعوض بالرقم اللي ادالك في التي تجيب الفيلوسيتي. بس كده. والله كلام في منتهى الجمال واللذاذه. يعني اسهل سنه هتعدي عليك ليفل زيرو. حاول تلم فيها جي بي اي فعشان ما تتسوحش بعدين. بس كده. والله بس كده. فاعطيك سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك determine the displacement of the particle in the time interval. عايز منك ايه؟ عايز منك الديسبيسمنت. احنا لسه جايبين الديسبيسمنت من شويه. قال لك عايزها من زمن صفر لحد زمن واحد. ومن زمن واحد لحد زمن 3. فنحسب يا عم. نحسب ليه؟ نحسب اول حاجه دلتا اكس. عايز الدلتا اكس اللي هي الديسبيسمنت. هنعمل ايه؟ هنشوف عند الزمن صفر لحد الزمن t1 مشي مسافة قد ايه. من صفر لحد واحد مشي مسافة -2. مشي مسافة -2. دي اللي الايه؟ دي المسافة الابتدائية. فنبدأ نحل السؤال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز الديسبيسمنت من زمن صفر لحد زمن واحد. فهنعمل ايه؟ هنشوف المسافة الابتدائية فين. عند الصفر. عند الصفر عند الصفر الاكس بكام؟ عند الاكس اكس اي بتساوي صفر. وعند الواحد وعايزها من صفر لواحد. عند الواحد بكام؟ ب2. عند الواحد اكس اف بتساوي كام؟ بتساوي -2. فهنقول فاينل ناقص انيشال -2 ناقص صفر هيديك كام؟ هيديك بيساوي -2. دي الايه؟ دي في المسافه الاولى اللي اعطاها لك. بعدين رقم 2 بيقول لك عايز المسافه او الديسبيسمنت الازاحه من واحد لحد 3. هنجيب الاكس اي الاكس واحد بتساوي كام؟ عند الواحد -2 -2. وعند التي ب3 اهي. التي اهي ب3. هنشوف الاكس بكام. الاكس يطلع لحد الخط. تقاطع الخط مع الخط يديك كام؟ يديك 6. يبقى الاكس 3 بتساوي كام؟ بتساوي 6. والاكس فاينل عشان ايه؟ عشان زي القانون بتساوي 6. الحل بتاع القانون قلنا الدلتا اكس بتساوي فاينل ناقص انيشال. يعني بتساوي دي ناقص دي. 6 بكام؟ ب6 ناقص 2. ناقص 2 اللي هو كام؟ -2. يبقى 6 زائد 2 بيساوي 8. اللي هو الحل بتاعك في البداية طلعت بسالب 2. هي بسالب 2 بعدين بايه؟ ب8. هي ب8. بس كده. والله بس كده. calculate احسب. السؤال بعد كده بيقول لك calculate احسب the average velocity during the two time interval. عايز during عايز الافريج velocity السرعة في المسافة دي من صفر لواحد ومن واحد لتلاتة. انا فوق جبت displacement فانا هحسب على طول. هحسب الديسبيسمنت اللي انا جبتها واقسمها على الزمن. فطبعا هنا الزمن بواحد. من الصفر لحد واحد بواحد. فهنقول -2 على واحد اللي انا جبتها فوق ب2. طب انا عايز الافريج. عايز من واحد لتلاتة. فقلنا بكام؟ ب8 فوق على 3 ناقص التي اف ناقص التي اي. 3 ناقص واحد ب2. يبقى 8 على 2 فيها ال4. عشان بحل بسرعة بس والله مش فاضي وعندي كويز فبحاول اسجل لكم عشان في ناس طلبتها مني. بس كده. بعدين بيقول لك فاين ذا يعني اللي هي السرعه الابتدائيه السرعه اللحظيه. عايزها. هعمل ايه؟ هكامل. اعطيك معادله هشتق معذره. اعطيك معادله وبقول لك عايز السرعه اللحظيه عند زمن بيساوي 2.5. فقلت لك هشتق فانت لازم تكون عارف يعني ايه اشتقاق. فالاشتقاق بنشتق ازاي؟ شرحت لك في فيديو الكالكلاس لما جينا نجيب الليميت. شرحت لك ازاي نشتق. بننزل الأس ونطرح منه واحد. فسالب 4 تي بناخد الرقم اللي قدامها. طالما أسها واحد بناخد الرقم اللي قدامها ونشيلها. -4 تي اشتقاقها بكام؟ ب4. زائد
تي تربيع، 2 تي تربيع، هتقول 2 في 2 تي. الكلام ده بيساوي الفي، لما اشتقنا بيساوي الفي. انا اصلا عايز الفي عند زمن 2.5، فانا هشيل كل تي واحط مكانها 2.5. هنقول -4 زائد 4 في 2.5. 4 في 2.5 بكام؟ هنقول 4 في 2 ب8، وادينا 2 ادينا 10، يبقى -4 زائد 10 هيساوي -6. -6 متر بير سكند. وهتنسى الوحدة عشان الدكتورة ما تشلوحكش. هدينا 6 متر بير سكند. الناتج بتاعي اهو. بس كده باقي معانا حتة اللي هي الاكسلريشن. بس والله الوقت عدى جدا، وعدى تلت ساعة في المحاضرة، فان شاء الله اشرحها لكم في الفيديو القادم. بس يعني سهلة. هنقول هي اصلا هشرحها لك على السريع كده، بس مش هدي المثال اللي موجود عليها عشان الوقت قد قزح يعني. بيقول لك ايه؟ بيقول لك instantaneous acceleration، عايز السرعه، عايز العجله اللحظيه. العجله اللحظيه احنا قلنا السرعه اللحظيه بنشتق المسافه، يبقى العجله اللحظيه بنشتق السرعه. بس كده والله. شفت اللي عملته هنا فوق هتعمله بس لما يكون بيساوي السرعه. طب لو فرضنا انه عطاها لي بداله الاكس، بيقول لك اكس بتساوي كذا، فهنشتقها نجيب السرعه. لما نشتقها جبنا السرعه، هو اصلا العجله مشتقه السرعه، فهنشتقها كمان مره عشان نجيب الاكسلريشن. بس كده. بس كده يعني. مثال هنشوف فيه مثال ولا لا. مفيش مثال. لا في مثال ولا لا؟ مفيش مثال. بس كده يعني. هو هنشتق السرعة نجيب منها العجلة اللحظية. وبس كده. أتمنى أكون قدرت أفيدكم على معلومة بسيطة، ومعذرة إني بسرع. كان معكم فارس عبد الهادي، معكم في جامعة سفنكس. مش عارف أقول إيه، نسيت أصلا اللي هقوله. بس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.